النهاردة هنتكلم في موضوع أخد مساحة كبيرة قوي الساعات اللي فاتت. خبر القبض على الفنانة الكويتية شجون الهاجري. الخبر ده فعلا انتشر بسرعة. اللي يهم قوي في الخبر ده إن الموضوع مش بس خبر فني أو قضائي عادي، لا، ده بيخص شخصية عامة معروفة، وشجون الهاجري ليها تاريخ فني طويل فعلا. والأهم كمان إن جزء من شهرتها أو صورتها عند الناس مرتبط بأعمال كانت موجهة للأطفال والمراهقين، ودي حتة مهمة قوي. بالظبط، النوع ده من الأخبار دايما بيفتح كلام في حاجات أعمق، يعني زي فكرة تأثير المشاهير والمسؤولية الاجتماعية بتاعتهم وكده. صح. وزارة الداخلية في الكويت أعلنت عن القبض عليها، وكان معاها مواد بيقولوا إنها مخدرة، ماريجوانا وكوكايين تقريبا، وإنها خلاص اتحالت للجهات المختصة عشان التحقيق. دي تفاصيل الخبر نفسه. لكن عشان نفهم ليه الخبر عمل الضجة دي كلها، بيقول إنها بدأت وهي عندها 6 سنين بس. 6 سنين؟ ده بدري قوي. أيوة، في مسابقات رمضانية زمان، وبعدين بقى لمعت سنة 2002 في مسلسل 8 عمري، ومن وقتها وهي شغالة مسلسلات كتير زي أميمة في دار الأيتام، ومسرح كمان، صح؟ طبعا مسرحيات زي من كرويلا، وحتى رمضان اللي فات رمضان 2025 كان ليها مسلسل اسمه وحوش. ده غير إنها قدمت برامج. البرامج دي نقطة مهمة برضو جدا. قدمت برنامج توعوي اسمه سلامتكو، وقدمت برنامج مسابقات اسمه شوجي كان مشهور قوي. خدت جايزة أفضل ممثلة دور أول في مهرجان أيام المسرح للشباب. كل ده بيوضح ليه الصورة بتاعتها مؤثرة عند فئة معينة. في ناس وصفوا الخبر ده بأنه نكسة تربوية، والكلمة دي يعني كلمة قوية جدا، نكسة تربوية مرة واحدة. بالظبط، من خلال شغلها اللي كان بيشوفوا الأطفال والمراهقين. عشان كده الموضوع أخد الصدى ده كله. في مطالبات ظهرت بأن لازم يكون في وقفة جدة مع النقطة دي، نقطة مسؤولية الفنان اللي بيعتبروا البعض قدوة. يعني الموقف معقد شوية. فنانة ليها تاريخ طويل، بدأ من وهي طفلة وبنت قاعدة جماهيرية مش صغيرة، جزء كبير منها شباب وأطفال، ودلوقتي بتواجه اتهامات زي دي. صح. والأهم من تفاصيل القضية نفسها هو رد الفعل ده، اللي بيربط بين الاتهامات دي وبين دورها كشخصية عامة وإنها ممكن تكون قدوة للبعض. هو ده اللي كبر الموضوع قوي. التركيز مش بس على هي اتمسكت بإيه، لا، التركيز أكتر على الأثر الاجتماعي ورد الفعل المرتبط بصورتها العامة دي، وصورتها اللي اتبنت على مدى سنين طويلة، وفيها جزء كبير موجه للأطفال والشباب. أيوة، عشان كده جايزة زي أفضل ممثلة في مهرجان مسرح للشباب دي بتأكد على ارتباطها بالفئة دي بشكل خاص. يبقى أول حاجة، في خبر قضائي بتفاصيله الأولية عن القبض على الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات. تمام. تاني حاجة، في خلفية لتاريخها الفني، وهو تاريخ طويل ومتنوع، بدأ من الطفولة وركز في فترات منه على أعمال للشباب والأطفال. مظبوط. وتالت حاجة، ودي الأهم يمكن، هي رد فعل مجتمعي قوي شاف في الموضوع ده أزمة أكبر من مجرد قضية شخصية، وربطها بتأثيرها كشخصية عامة على الأجيال الجديدة. بالظبط. بعيداً عن مصير القضية نفسها واللي لسه هنشوف هتمشي إزاي، بيخلينا نفكر في ظاهرة بتتكرر. الحوادث اللي زي دي بتفتح دايماً سؤال عن علاقتنا إحنا كجمهور بالفنانين. سؤال مهم فعلا. يعني هل بنفصل بين شغل الفنان وحياته الشخصية؟ والحد فين بنفصل؟ خصوصاً بقى لما يكون الفنان ده مرتبط في ذهننا بصورة معينة، أو كان جزء من طفولة أو مراهقة أجيال معينة. السؤال اللي بيفضل مفتوح دايماً هو المجتمع بيشوف مسؤولية الفنان دي إزاي؟ وهل المسؤولية دي بتختلف حسب الجمهور اللي الفنان بيكلمه؟ يعني هل اللي بيعمل شغل للأطفال مسؤوليته أكبر من اللي بيعمل شغل للكبار؟ بس ده نقاش كبير ومستمر مع كل موقف زي ده.